مشان بيخون مخبا بخلقت ختا من خرزة شاوعة من نهضرة اديوم هديرة خلخة جو آوانة حمورابي كد بهواية لخا أموريات باش مقرول رابي عبد السلام بوشن عمان قد خازخ الداها أموري ومي إلى خويشاتو. بفرصة زيختا بريش الشيتا ختا اشتا البوشوان ما وشوي واشتا مريزلي قنطرون مردو تنايا آتورايا بنو هضرة الآموريا مردو تنايتت خدشمة أمينوتة مدينايوتة بيت نهر قوم زيختا بريش الشيتا ين تواصل حضارة بيت نهرين أعياد رأس السنة نموذجيا وبشلي مقرولة آها آموريا ميقرأ عبد السلام سمعان غديدي وهر هذا بشلي مرخشة الآها آموريا ينتوتا بيتم يقرا ميخايل بنيامين كتهم زملة قوداها آموريا بد أن نقايوتة مدينايوتة عايدة ريش الشيتا اتإيلا خا برسا أمتنايا ومتخرة داخي بيشي وزويخة المتخت ترسر يوماني وبخو تاما إيوايا ولدت فرصة قاكنشت هديرة وتاما الباقر تتبوقاري دافق مباشرة الاحتفالات بصحي وحيلة كمقدمي وقرابين دآلي هدتة لأنك نويه هذا خير وهذه بركة وهذه عصور البابلية والآشورية فشقل هذا احتفال بعد ديني وبنفس الوقت شقل بعد قومي قي لأنه أنا أقوام خلنا دينا من غير شعوب لا تولها هذا مني نعم قي أخا بشلي للمجتمع متجانس أرأى ولغة وتاريخ وطموح وإلى آخره نعم أيضا خلال دان احتفالات كموجز طلبي ومعلاها دتة أنه دد غافر اختيث بموجب أني صلوات وأني قرابين وأني طخوزك معه بأني بعد معبد دتة بعدين هذا إله القوم دتة أول الراعي من هو الراعي في السماء من هو الراعي في الأرض الملك المدني ذو السلطة ومن هو مشرف إلح أن هنا الوسطاء رجال الدين دين بين إله وبين حتى الملك نعم التواصل الفكري والعقائدي تاريخيا وحضاريا أنا حلقات خبرة تحصل لي لأوا برناشة أهلا تسلسل إذا خم علماء فلاسفة كامر يعني تتشكل خصائص تطور التاريخ ومقاييس حركته يعني من خلال ترابط وتفاعل داني حلقات مع مرور الزمن وهذا تقدم كميل جوهر التاريخ أهل المحرك تاريخ ولهذا بين قوسين عبارة تحيلة على الحضارة أن تتجدد وبلا انقطاع من عصر الآلهة حكي لنا الحناوة تسوده الأساطير بلوغا عصر الأبطال للجمش بلوغا عصر البشر حتى أخني لحد الآن نعم فمدة مطيلة اللعبة بشرية ليلة وليد الصدفة وليلة بالنسبة لحضارة شعبا أحادي أو متقوقع أو أناني وإنما إنساني منفتح فترويه في حينه المفهوم الديني لأنه إثوى إله خيرة وإثوى إله شريرة أني إله خيرة أنك بي وخير ده هذا مخلوق دته وإثوى إله شريرين مخ أني دبيه دوذي طوفان ومخ إلها إرشقاقال ديلا إرشقاقال ديلا ملكة العالم السفلى هذه شولح بس انتقام إلى قائدة العفاريت والجن والشياطين وكل شيء في العالم السفلي وبدك مختط في إله مختموز أو الملك يموت اشتهر العالم السفلي نعم نطيلة مرحلة إلى أنه تأثيرات تداني أفكار الخلق والطوفان تحصل له إلى العبرانيين بحيث أدرج مع فرق
لا يكاد يكون كبيرا في العهد القديم، مجرد أنه أني أنبياء أو مدوني العهد القديم خاصة دونوا بإلهام إلهي، زائدا أنهم همني وبهذا إله جديد دته إله يهوى. أنا مؤثرها من العهد من حضارة بيت نهرين إلى الكتاب المقدس. أشقله تريسر يوم على الأغلب في أعياد الكيتو. علم الأرقام جدا مهم له في العقل البشري. فهذا رقم 12 أنها مختلقة أو مخترعة النظام الستيني. النظام الستيني دي له 60 دي له من مضاعفات الرقم 12، و12 دي له من مضاعفات الرقم 3. الآلهة الثلاثة الكبار آنو إنليل إنكي، خلصت الحياة. بعدين تجي الآلهة الأخرى يصعد ينزل إلى آخره. نعم هذه. فكم شوقيه تهاوي تريسر يومين، وهذا رقم 12 لحد الآن أخنم أسرة بقاون كلنا نشيرخ بتوقيت ديدا بساعتين قسمت ل 12 و60 دقيقة و60 ثانية، والدائرة على 180 دي لمضاعفات الرقم 60 أو النظام الستيني. نعم دي مو بس الجيبن بعالم كله مسويطرة، هذا من خلق من صناعة آواثا وساوثا، ولهذا مخصص أرقام مقدسة دا آلهة دته. فالإله أنو إثوال 60 وإثوى دا مردوخ والإله إنليل 50 وأنكي أو أيا 40، والإله ننا أو سين إله القمر 30، وأوتو أو شمش أي الشمس 20، والإله عشتار 15، والإله أدد إله الفضاء والرياح والعواصف هذا 10، وإلى آخره. إذن مرتبط هذا 12 يوم ده احتفالات مع هذا التوقيت، دي المستنبط من الزراعة ودي المستنبط من الآلهة أيضا. حتى قل قمش امرئ لأخونا انكيد 12 يوم مرض مثلا، وقاعد يزلك جاي للنبات الخلود من أرز لبنان، رخش لك كامر 12 فرسخ. هل دم طيلة يساوي حتى انه بشتم دكنا ولا دك مولف له دخ محاصل على نبات الخلود، لكن الحياة اللعينة مدوذخ مقارنة بين أني مفاهيم ومفاهيم الكتاب المقدس. أنا لزد ضد آمنه بصراحة، يعني ربما بعض رجال الدين لقب لي أو بعض هذه، لكن أنا حقائقنا أنا لزد أن الإيمان كمشحايا مؤمن نتيجة قناعة، بس أيضا لازم أفتخر بأنه إرث الحضاري دعوات وسواتي هذه انقدم دا إنسانية مختلف العلوم والمعارف. بدأت خلاني أيام تريسر ماك حاصل وبقوها طقوس أيام احتفالات رأس السنة الكيتو. يوم قماية اشتاروا هذا كاهن كيال والمعبد هو مخلل كانت عملية تطهير كامل، عملية قادم مستلزمات محضر مستلزمات التقديمات والنذور والقرابين والولائم أيضا تتحاصل، وقاثخ وطر أواثة البيت أكيتو. والأيام خمس يوم قماي من الاحتفالات كلها مبدأ التطهير والتنظيف وإلى آخره. يوم ديترا أيضا كمخلل طبعا قايم مقامي ما دي تشرقش إنشاء، احنا لحد الآن كل قداشة مقامي ما دي تشرقش إنشاء لازم تاوي بخشكة قبل الفجر. لكن يعني تواصل يعني بين هذه طقوس وتعبد. نعم باليوم الثاني حاصل فرق كافي أيضا كشتاري، فرق موسيقية وغناء وفرح إلى آخره، وتمجيد للإله مردوخ في بابل. مردوخ إلهه سيد الموقف تاما في بابل. يوم 3 إذن اغتسال وصلاة وفتح أبواب وإلى آخره. أخذ حضري مهنيين وصناع صنعوا تماثيل زورة من خشب، كماثل حية دي لا رمز الحياة تتجدد، وخلنا كماثل عقرب رمز الموت. نعم هذه بدأت يوما دت النخرية يعني دت قيسية إلى آخره ودت خلص منها. نعم اليوم الرابع
إبي سعادة وإبي فرح وإبي نجاح فعلي داني احتفالات بقاوة حقاري قصة خلق لكميلة ينمو إلش حينما في الأعالي كانت الآلهة قبل الخلق وقبل آذي. نعم. هذا كشتائر كاهن الأكبر بهذا الموضوع بهذا يومه شمح شيشة كله. نعم. ويزيل الستار عن تمثال الإله مردوخ من مذبحه على المحراب ماله يعني. وأيضا زوجته بختعدي لشمح صربانيتم وأحيانا كثير بيلتي أو بيلتا أو باليتا إلى آخره من تسميات كلها تعني أننا أسماء متعددة دا بخد إلى مردوخ. نعم. ميرا القصة ربثة دا تخلق إلى متمثلة بالإلهة تيامت. نعم. ومن عدش قلها هذا مفاهيم الزراعية وبعدين مختصرها أني آلهة كميلة تفريد خمن داني آلهة دت 2000 إله إثوى لها مع مرور الزمن. بس كبير الآلهة أو الإله السماء شمح آنو فهو صاحب القرار. نعم. قصة الخليقة إبا عدة جوانب ومفاهيم أن هنا طابع ديني، طابع فلسفي، طابع لاهوتي، طابع قومي، طابع شعبي، اقتصادي إلى آخره. أسمى من دي أهل الطابع اللاهوتي قاي لأنه لاهوت ميلة أهل الإنسان بمثل زاوية الإيل سألها علاقة هذا إنسان بمعبوده في السماء وعلاقته مع الآخر. نعم. فتلبية لما يطلبه الإله من هذا الشخص الذي هو المركز يجسده إلى سلوك مع أخيه الإنسان. هذا مفهوم لاهوتي ليل الدهر من داية فترة هذا خيرة بدلالة أنه كان يروح بعيد الكيتو حصلوا مسامحة، حصلوا يعني غفران، حصلوا صلوح مصالحة حيلة من ديانة إنسانية قي ألاهد بها هذا لأن ألاهد التخير هنا فأنا من تو نزعيلة من أخواتي أني وما لازم بصالحة. نعم. ونتلغ دينا اللي أنا موفي لحني بيت تعرفت لي يعني من سمات خنا أهل برد هذا الشعب. أنا قارح قصة الخلق السومرية ولا الأكدية وبابلية وأشورية دو دخلوا مقارنة مع تكوين واحد دخيلة لا تستحيل مع بعض التخيرات بالمفاهيم. نعم. يوم الخامس أهل أعظم يوم قي لأنه ملك أو مجرد من كل ملوكيته صولجان وتاج وخاتم إلى آخره فكآثر كبارك قمي تمثال صنم إله مردوخ وبحضور الناشد. نعم. وكاث رئيس الكهنة جلاه مخول كسامك بطرح وكباش كبارخ بريشح ونثياث حكمة مرئلة كامر حتى تدمع عيناه. هذا وكامير يلقنه يعني كامير إيمر بطري لم أذنب يا سيد أي بقوسين يا سيد الأقدار ولم أكن مهملا إزاء ألوهيتك لم أخرب بابل إلى آخره من ذا يوما باطل ما دفقد له صلاحياته كملك كاو شعب صيمة كمصالة وقطالة بدعاوي مألاها مردوخ حتى تتقابل توبة الملك وعودة السلطة من جديد لأنه هو الممثل الشرعي للآلهة. هل دقانة رئيس الكهنة كاميرا تقابل توبته إله مردوخ يا ملك. نعم. فحصلي هلاهل وأفراح ومواعيد وإلى آخره يعني بهذه حالة قدسي من جديد. هذا معبد كما حضري إما كبش وإما
تورا خوارة كاو نظيفة يعني كينستنجو يعني من مجموعة تكرمون أبقى ثيران هذه. نعم. بعد يوم كنخريلة ومدمح شكل ملك وكهنة وأني بقطن أو صوف، ثلاث صوف أنا مش حلو بعدين قطن، وكتمشي بقاوة دمه وخضري بكل جدران المعبد كماشة مداخل وشبابيك منافذ إلى آخره. نعم. هذا ديك ناخر تري ديك ناخر تورا كاوي سكاكين بالتك شقد سكاكين دت وجسبت كبش ولا ثورك زادين بظهر الفرات، لأنه هذا بش نجس بس دمح هو بدم طاهر. ده ماكو هذه عملية تنظيف جدران المعبد حتى تطردي الأرواح الشريرة والنجسة من المعبد، لأنه هذا باش مكان مقدس، لا يمكن للمعبود القدوس أن ينزل في معبد إن لم يكن مقدسا أيضا. باليوم السادس قايم برد إله مردوخ شمح الإله نابو قلطي المستقبلي ألاهد أني دينا مشاركين باحتفال أكيتو في بابل مخ كاثي ومخ إله آنو إنليل وآيون النورتا وعشتار وسين وشمش إلى آخره من داني مدن المجاورة دا بابل. نعم. أكمل هذه. باليوم السابع أغلب النصوص لا تشير إلى القضايا الكبيرة ماذا كانت الاحتفالات والطقوس في اليوم السابع، لكن هذا إله نابو برد مردوخ تقايم بعملية الاشتارة إلى العالم السفلي دي منقذ بابح مردوخ. نعم. طبعا بمعاونة الآلهة الكبار ومشاركته. أني تماثيل دتي كم خلي وله كم طهري وله كم لبشي وله كم بدلي واحد جثة كم لبشي وله جبب ملابس جديدة من أرقى ما يكون. نعم. أني هذا من دي يعني ربما موت الإله أو موت الملك دي تمثيلية، ربما يسوى بنوع من الحقيقة. المفروض بقاون أخني مدد قارخ نص مو مدد شمخ أو دد قارخ أو 100% حقيقة، إيه باجتهادات إيه بوجهات نظر إلى آخره. بعد يوم السابع بتقتلي أني تري تماثيل زوري دميري، وهذا بتقتلي خنازير أيضا. أني دينا خنزير أهو الجب رمز العماء وقطع رأس داني تري تماثيل. وبعد يوم مثل هذا أي موتد إله تموز قصة خرتا يعني كشتار إله عشتار محبته لكم عشقاله. نعم. رغم ما دمبله بغداد بس هاي هربش تكره ماله. نعم. كشتار عشتار العالم السفلي ماني قايد عالم السفلي ملكا ميرا إرشي قال خاث حيلة تروي خثواتين الناس الإله آنو كامر آدي إله إرش قال عذرا أقبح ما يكون من الآلهة ومن المخلوقات ومن البشر، بحيث مجرد لخاثع عشتار من تيجان الإلوهية ومن الملابس ومن الحلي وإلى آخره. وبقوة هذوكم شو قال ديالا قيتا من يده هذه متطوق إلى إرشكي قال ملكة العفاريت والشياطين وإلى آخره. هذيك ما يبدد منقذة قورح تموز هو رمز العطاء والخير والبركة والخضار. ولك ما يث إلا هذه فترة وقدار خايف الربيع لأنه أهل رمز التجدد والعطاء والخضار، ولمدة سنة وهم بتخاضر خرتقها معيث. نعم. باليوم الثامن كامر كمشارك ملكة مكهنة بطقوس أيضا الغسل والتطهير، والأهم من هذا أنه كامر ملكك قارب إيذد إله مردوخ، وهو بأزهى ما يكون بعد ما تطلق صراحة من العالم الأسفل من عالم الموت. نعم. إلى الحياة. وكرش بحفل بين كل هذا الشعب مباطر مادي وقباخ وكلاطم، لأن لبش ليلة ألا يحمث له وملك دي يحمث له
فدها لها خيلة وملكح أيضا خيلة وعد لها حياة، فبتعيد حياة دغدلها أيضا. نعم، فكل وعويل وكامر يجرحون نفسهم إلى آخره، ذهب حول إلى فرح وسرور وعطاء وولائم. بالمناسبة كامر خلال 12 يوم أفضل واحد يستفيد كان أهل الفقراء، قيل لأنه سر يوم إيثة ذبائح وقرابين وأخالة وشتايا، هذا فقير اسمه فقراء يعني بعد يومك سوئي ويعني إلى آخره. نعم. باليوم التاسع تكتمل الاستعدادات وكم هي مواكب دا بثي طرد معابد وظهري كهنة صرخي أنه باسم الإله مردوخ والإله صربانيتم بيل أو بيلتيا زوجته لتلتقي الآلهة مع مردوخ إلى آخره. وبعد يومك حاصل زواج المقدس، الحديث عنه أيضا طويل ويب ثغرات وإلى آخره. باليوم العاشر بالفترة الآشورية أهل يوم دخول الإله مردوخ مع موكب الآلهة دكمبيني بأزهى ما يكون، قيل لأنه منتصرها الآلهة الموت. نعم، ومجددت حياة بأعلى درجات الفرح والحلي والتألق، منطلقين من معبد إيساك كلها عبر شارع الموكب دي ميري يربط بين باشور مثلا نانكيت وخزيح، وهذا شارع كله يعني تنقيبات كشفيله مرصوف بالحجر. نعم، وهذيك بالتي عبر بوابه تابير، هذيك زل المعبد اكيد تكملي كلها احتفالات. نعم، أنا فعلا متأخرين. باليوم 11 كامر في الاحتفال بيت أكيتو يعود الموكب فارتقاها بعد ما نقم بان احتفالات. ثانية باليوم 12 كل ألاها موكب ديدح عبر القوارب ديدح ذذيلة كموادعه الإله مردوخ دائر الآن بلدات دينا خضرون موقع بابل على سبيل المثال. نعم، بس أما قداري وبليلة بدلالة أنه قطعني ومشاعل حتى دوذي وأضوية لك داري وبيوما. نعم، كموادعها مردوخ خبخة أنا علاقة خلص الاحتفال يوم 12. البديل الملكي دي كمخل يوم الكذب مو نيسان معرف شعبية يعني. طبعا الصفة الدينية هي والطاغية على الملك والشعب وباني احتفالات. ملك هو الراعي لأنه ممثل الشرعي ده ألاهله. فلك هذه احتفالات هذا ملكة آلهة لك راضي إله بن ماثي إلا غضب وشعبه وموت وأمراض وقحط إلى آخره. ولذلك مثلا في نينوى كم شاطر وملك جبته دا حران إقليمية وتابع دا نينوى، فكذي وتابع احتفالات. أو ملك كمعين وبستاني كامر في بعض الأحيان أنه الملك بديل الملك وليس العكس، بديل الملك. وأحيانا يطلع يوم هلك دائر ملك يتوج من جديد، لكن هذا بشل 100 يوم. فوجهة نظر احتمال أنه إما مثل ملكة وإما أغتيل بمعامرة من البديل الملك وجماعته. باو يوم مثل اغتيالات قالوا قيل بالسياسة مخرجكم. نعم. بعد الزواج المقدس طبعا الكاهن والكاهنة وجهات نظر يعني حسب بعض ترجمة بعض النصوص كامر قتلي ولها. طبعا هذا من دي مجازي لقيل لأنه كاهنة دائما كويا وبرتد ملك يعني، فلا يمكن هذه على ضوء تغزيه مثلا في مقبرة أور الملكية تغزيه المقبرة الملكية ذيك مكاشف لاولي وما تغزيه من حلي ومن ذهب ومن كنوز وإلى آخره. بس تغزيه بغض غرفة أنه عربة هذه أميرة هذه كلها أني حاشيته وصفات دي دحو خدام وخيول وعربات وهذه. فوجهات نظر قسم كميس وبرقة بهذه غرفة مشتري ولو من هذا برقة شو سخري ولو وإذا قسم كمي شاتي وسامة عملية انتحارية لأنه ملكة دتة وأميرة دتة مثل هذا إلى آخره من وجهات نظر. نعم، معاني احتفالات أكيتو راح أقرأها بحسب وجهة نظري. نعم، على السريع. احتفالات رأس السنة هي التعبير العملي لانتصار الحياة على الموت. أكيتو هو تجسيد
عقيدة تجدد الحياة وديمومتها سنويا، يعزز علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وكلاهما مع الآلهة الواهبة للحياة وما فيها من خيرات. يعبر أكيتو عن النضوج الفكري لشعب بيت نهرين، يمثل تراثا سلوكيا عمليا معبرا عن التطور والانتماء على الأرض، شعور وسلوك قومي. نعم، احتفالات أكيتو هو ربط الألوهة وهبة الحياة الشرعية مع المدنية للملك وشعبه. نقطة أخرى، حب الإنسان لمعبوداته وللطبيعة الخضراء والجمال والإنسان بهدف تحقيق الإنسانية. رمزية أكيتو باحتفالات أكيتو تعبر عن ارتباط السماء بالأرض وعلاقتهم وعلاقة الآلهة بالإنسان. استمرت احتفالات على مرور الزمن، واليوم بدنا نحتفل بها هالأيام المباركة حتى القرن الثالث الميلادي. هاي مسألة أعتبرها مهمة. في آشور كان اكو آشوريين شعب بدلالة بناء معابد جديدة، لأنه معبد الطين يقاوم مثلا عمر الطين 15 سنة علميا، وإذا يديموه كل سنة يليسوه هذا هو يروح يقاوم 30 سنة، فكانوا يجددون هذه بالقرن الثالث الميلادي. نعم، بعد سقوط الإمبراطورية الآشورية هناك عندنا 400 وهناك 300 بحدود 700 سنة. وأيضا بدلالة إعادة إعمار هذه المعابد. إذا من هو هذا الشعب دك؟ لك مغفل له التعلاقة بحيل بناشد شرقاط. لغاية الثلاثينات وأربعينات القرن الماضي أوذيوا مسابقات التنآذي أرخد إلى كثير من كنيسة مارغورغس هل إيتن مرزينا لا وشارع سباق تكرمون الحمير كل يعني فلاحين امدك بوادي ديال وكل شعب بغداد بالط وبايد بنا امدت بالط اول وثاني وثالث والى اخره. هذا بمعنى اهل الفلاح المتميز حتى بقوه حيوانات دي عندك مستخدمها دا فلاحه دا زراعه دا الى اخره. ايضا كذي واحتفالات مو بس قديما لجز صوف الغنم الموعد ديدح، هذه منتقله الى العهد القديم. هذه ممارسه طقسيه بحيث قلب الملكه بنص اخر موجود له قلب الملكه تحاضر احتفالات جز صوف الغنم لانه كما القبطه ايضا احتفالات احتفالات دكوذا خشيره باديره وبكنايس وخاصه بربيع تامل جيبا مار بهنام واوشعنا وسياقات يعني مار شووني ونقرتاي وبربره الى اخره. كل الان هنا تعبير عملي ده احتفالات اكيتو. بالربيع فلطي وايال وبناثه وشباب وشابات بين الحقول كذي ومباراه إثي مشتركه وإثي للجنسين يعني يمكن نذكرها يمكن بكتابي تراث البغدادي. بموسم جني المحصول دغدي ميري ايضا كلكم شركي سواء بدياقه قرقره ولا بدروي ولا بجار المحصول وخزانح بالجوب وبالمخازن. على المستوى شبه الرسمي اخني بالتسعينات اذا مجموعه من الشباب ببغداد قيم اخوه باعداد مهرجان الابداع السرياني. اني فنانين واني اسوانا خقاشه بهنان جقي اهو هذا وكساخر ومنا خاك ما مصاريف وهذا مني جمع يوم مثقفين وشعراء وادباء 3 يوم يعني بالشخوه مواكب كد موكبة المهنة وتصنع هذا زراعي هذا قاشة كتشة لبات هذا فراوي هذا كذا هذا إلى آخره هذا نسيج إلى آخره. هذه فهذا أهو الاستمرار هذا أما بخريف في موعد البذار. نعم وطويل لنا خلي من ديانة. أما المستوى على المستوى الرسمي نعم الحكومي فمهرجانات الربيع بديهم سنة 1969 في الموصل نينوى العاصمة ذكريتوها. نعم هذيك حاضر ولا حتى كان لا رئيس الدولة
الشخص الثاني. أما الوزراء والسفراء من داخل وخارج العراق شخصيات ورجال الدين وإلى آخره، أيضا تم عبر مواكب في تمجيد الوطن وفي تمجيد الشعب والرئيس وإلى آخره. هذا تعبيري عن تواصل حضاري تراثي ده آني احتفالات، بس كده خائت له خصوصية تمول بقاوح بموجب ما أتلاه من تراث وما أتلاه من أفكار وما تتطلبه المصلحة، سواء كان طابع ديني سياسي قومي اجتماعي اقتصادي إلى آخره. على مستوى الشعوب المجاورة أيضا مستقلة هذا مندي، بس كده خط صيغته أيضا أن تأثيرات حضارية تراثينا من الماضي. البعد اللاهوتي لعقيدة احتفالات أكيتو يمكن آخر فقر إلى تقوم على وجود قوتين تقود الكون هما الخير والشر، وتمثل القوة الأولى آلهة خيرة تنشر المحبة والحياة والتقدم والسلام وتعليم البشر مختلف العلوم والمعارف والصنائع، وتضحي من أجل الآلهة والإنسان والطبيعة مثل آنو وإنكي عشتار تموز التي تحارب وتنتصر على مجموعة آلهة الشر العاملة على تدمير البشرية وما خلقته الآلهة الخيرة لخلق الفوضى بينها وتدمير وجود الإنسان والطبيعة والكون والحياة وكل شيء فيها. إنها قوى الشر المتمثلة بملكة العالم السفلي الإلهة إرشيغال. وما قصة الطوفان والخلق الواردة في العهد القديم إلا نفس قصة الموجودة بالعهد القديم وبالنصوص السومرية والبؤر الحضارية 4. وأشكركم على إصغائكم وأعتذر ما أعرف إذا طولت يعني. نعم الموضوع يعني قد ما واحد ما يحكي الحقيقة ما بالنسبة لنا إحنا يعني على طول هاي قراءاتنا وهذه مداخلاتنا وهذه. أشكركم كثير، شكرا. مخبن غزيلا وشميلا أخنا وأختنا لداها أمورية إيوا بوت أكيتو وآني يومات ترسل دخي بيشي ومزوية خبية من لخا بنطيخو تامت خلقتن قائد يوم قبل الخبن وشمشينا.